أول حاجة بقى معايا كده ربع كيلو من الجبنة الفيتا، معايا كمان فلفل ألوان، معايا فلفل حامي، وكمان حبة من الطماطم وفصين من التوم. هابدأ بقى كده أدخّلهم على فرن يكون حامي مسبقًا، وأول ما أدخّلهم على الشبكة في النُص ويفضل برضه الفرن حامي. بالنسبة للجبنة أخدت معايا تِلت ساعة، يعني طلّعتها بعد تِلت ساعة، والخضار سِبته يكمّل شواه وأخد معايا في الفرن ساعة إلا ربع. تمام، طيب بعد كده بعد ما بيطلع باسيبه طبعًا يهدى من الحرارة بتاعته، وبعد كده بابدأ إن أنا أقشّره بالشكل ده. بالنسبة للتوم باضغط عليه بيطلع بقى كده بكل سهولة. هابدأ بقى كده أقطعهم بالسكينة، وهانقلهم بقى كده ببولة عندي أو طبق، وبعد كده هاضيف لهم طبعًا الجبنة. هابدأ طبعًا أهرسها طبعًا بالشوكة، وبعد كده هابدأ إن أنا أحضّر بقى كده طبق التقديم. وهانقلهم بقى فيه بالشكل ده. هاجيب بقى كده شرايح بقى كده من الخيار، أبدأ بقى أزيّن كده الطبق بتاعي، وكمان أحط بقى كده فلفل حامي، وكمان أحط شوية من الزيت، وكمان رشة بسيطة جدًا من الزعتر. طبعًا لو مش حاباها تقدري تستبعديها، بس صراحةً بتدّي طعم حلو جدًا، جدًا للجبنة، ممكن كمان تستبدليها برشة من الكزبرة. عايزة أقول لكم إن طعم الجبنة حلو جدًا، جدًا، الفلفل بقى المشوي مع بقية الخضار بيدّي لها طعم كده مميز وحلو جدًا، جدًا. ممكن كمان تعملي كمية من الجبنة وتحطيها في التلاجة، يعني تحطيها في علبة الأول وتحطيها في التلاجة سواء بقى للفطار أو العشا، هتبقى لذيذة جدًا، جدًا. أتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش بقى لايك حلو زيكم، وكمان الاشتراك ومشاركة عشان الكل يستفاد. باحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.